اما بعد كام يوم فكان ريان نزل شغله. انتوا عارفين ان هو كان مهندس معماري، وطبعا بدأ يتابع شغله في كل حاجة لانه بقاله شهر ما بيعملش حاجة في الشركة. بس فجأة بيلاقي تلغراف مكتوب عليه ريان. ريان أول ما بيفتحه فبيستغرب جدا، وفجأة بيتصدم من اللي مكتوب فيه. كان مكتوب فيه: ازاي يا جميلة يا ريان بيه، أظن إن أنت زورت في أوراق رسمية وده مش في صالحك خالص. ولو مش خايف على جميلة خاف على جدك، لأن أنا سهل إن أنا أوصله بسهولة. أظن سبتك سنين تلعب براحتك، بس ده الوقت إن أنا أجي أنتقم منك. وأظن أنت عارف جزاك اللي بيلعب في أوراق رسمية يعني إيه. فخلي بالك من نفسك الأيام دي يا ريان، عشان اللي جاي سواد عليك، ولو مش عليك هيبقى على عيلتك كلها، وعلى جميلة وجدك بالذات. تشاو. اما ريان فكان متنرفز حرفيا، وهو مش فاهم ومش عارف مين اللي بعتله الورقة دي. ايه التهديد الغريب ده؟ هو عمره ما أذى حد ودايما ماشي في الصح والسليم. ما بالك باللي عارف بقى موضوع جميلة ده؟ يا ترى مين اللي عارف ومين اللي بيحاول يهدده أصلا؟ قعد يقلب في الورقة يمين وشمال على أمل إن هو يلاقي طابع حاجة عشان يشوف مين اللي بعتها، بس للأسف ملقاش حاجة. انت لسه ما شفتش حاجة يا ريان، وحياة ربنا لا خليك تندم على اللي انت عملته فيا. اما عند حازم المجنون فكان طلع السويت بتاعه، وطبعا السويت ده لازق في اوضتها. بيبعت لها ويقول لها اطلعي على البلكونه عايزه اشوف. اما عاش فطبعا بترتبك وتبعت له رساله وتقول له لا انا مش خارجه، بطل مراهقه بقى شويه وادخل نام. انت هتخرجي دلوقتي ولا نطلق دلوقتي عندك في السويت؟ انا مجنون وعاملها، هتخرجي والا؟ تيجي فين يا حازم؟ هي هيصة هنا ولا ايه؟ ما تبطل جنان يا ابني، وبعدين الدنيا ليل، هتيجي تعمل ايه هنا دلوقتي؟ بطل جنان يا حبيبي وادخل نام. وبعدين بقى في شغل البنات ده انت هتعملي كده والا والله العظيم هجيلك. انا مجنون والمصحف، هعد من 1 ل3، لو ما خرجتيش انت حر، هتلاقيني نطتلك دلوقتي. يا سيدي قلتلك لا، ما تبطل رخامة بقى. اما حازم ابن المجنونة راح نادت البلكونة بتاعتها، وطبعا هي يا دوبك جايه بتفتح لقيته في وشها. اما عايشة فبتتخض جدا وهي بتقوله هو انت اتجننت؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايوان ايوان انا اتجننت، ومش همشي من هنا الا لما اسمع ردك. على فكرة انا سايبك بقالي كتير قوي بمزاجي، بس مش هينفع بقى، انا عايز اعرف انت عايزاني ولا لا، اجي اتقدم ولا لا، ما تهزريش بقى. اما حازم فبيشدها ويدخلها الاوضه، لان الجيران بتاعه الاوتيل هتبص وتشوف ان هم واقفين في البلكونه، وكل واحد عارف ان الاتنين دول سنجل. فبتبص وتقوله انت مجنون، انا ما بجيش بلاوي الدراع ده، ما تهزرش. عاش، ما تطلعيش جيراني بقى. انطقي بقى جننتيني، انا هفضل بقى داير وراكي كده ولا ايه؟ انطقي بقى. يا سيدي موافقه، خلاص موافقه، ده انت جننتني. ايوه كده، ستات مايسه صحيح، ما بيجوش الا بستك على دماغهم. وفجأة بيلاقوا صوت الباب بيخبط. اما بتلاقي حد بيقول لها ان المدير بعتلك الحاجات الباقية من الديكور عشان بكرة ان شاء الله تقدري انتي تشتغلي براحتك. يا نهار ابوك اسود، اخبيك فين دلوقتي؟ كان لازم ان انت تنطي يعني. يا اختي هو ده وقته، اخلصي بس روحي افتحي وانا هقف ورا الباب. باب ايه يا مصيبة، انت مش هينفع. اقول لك استخبى تحت السرير، يا اما تنط والنبي البلكونة بتاعتك، انت عرفتني يا لهوي. يا بنتي اهدي، في ايه؟ صلى على النبي كده. الله. لا. انت بتهزر والمصحف. اسكت اسكت اسكت، وطي صوتك هتفضحني. طب مش عايزاك تتكلم خالص، اقف ورا الستارة. وبيديها الراجل فعلا الحاجة، بيبص ويقول لها هتنضفي اوضتك امتى عشان ابقى اجي انضفها لك. وهي طبعا بتتوتر وبتبقى خايفة. ها. لا 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 يا عم حامد، ما هي حلوة ونضيفة اهي. مفيش داعي تتعب نفسك، انا لو في اي حاجة هعدلها انا، ما تخافش. تصبح بقى على خير. اما يا دوبك بتتلفت عشان تقفل الباب وكده، بتتلفت بتلاقيه عمال يضحك عليها وعلى خجلها وتوترها وان هي كانت هتقفشه. بتبص وهي متغاظة جدا، وفجأة بتمسك ورقة وتحدفها عليه وهي بتقول له بره. اما هو فبياخد ديله في اسنانه ويقوم جاري وعمال يقول اه يا بنت المجنونة، وبيقوم ناطط من بلكونتها لبلكونته. اما جميلة فاتصلت بحسونة عشان تشوف المصيبة اللي كانت هربانة عشانها ايه حصل معاها.
وحسونة بيقول لها ان الراجل فاق وبرأك من اي حاجة، وان انتي مفروض عادي ترجعي بلدك مفيش اي مشكلة. اما جميلة فبتفرح الحمد لله ان مفيش اي حاجة وحشة هتحصل لها، بس هي اصلا مقررة ان هي تفضل قاعدة مع ريان. هي خلاص اتجوزت وبقى لها حياتها ودنيتها. اما عند حلا وعمر فكانوا قرروا خلاص ان هم يعملوا الفرح بتاعهم اوبن اير، وكان شكلها حلو قوي القاعة اللي هيعملوا فيها. وطبعا حلا كانت فرحانة جدا جدا ان ربنا خلاص هيجمعها بحب حياتها. اما عمر فبتقلب معاه بمحن شوية، وهو بيقول لها اخيرا هتبقي بتاعتي وملكي. يلا بقى، ده انتي خلاص اقسم بالله جننتيني، كل شوية ما ينفعش وحرام وغلط وعيب. ده انا اقسم بالله مش هعتقك. تصدق يا عمر ان انت ما شفتش ساعة تربية؟ على فكرة انت قليل الادب قوي، ما تبطل يا ابني بقى. ماشي يا مزتي، انا هسكت دلوقتي بس مش هتعرفي تسكتيني بعدين. المهم انت هتعملي ايه دلوقتي؟ مفيش، هروح اقابل مدير الشركة عشان هنتفق على شوية حاجات، لان في يعني عرض ازياء قرب، فهو محتاج ان احنا نعمل كل حاجة عشان تبقى متظبطة خالص. تمام ماشي، مفيش اي مشكلة، بس بسرعة ها، وبعدين ما تتأخريش عشان ما طلعش عين اهلك. تمام يا فندم، عالم وينفذ. انا مش عارفة ايه اللي مخلكش تدخل شرطة، كل حاجة بالاوامر وبالشوكة والسكينة، ارحم امي العيانة، حرام عليك والله يا عمر. اظبطي يا حالة احسنلك، وبعدين يلا عشان ما تتأخريش. اهلا يا ليل، ازيك عامل ايه؟ احنا عندنا مهمة رسمية في امريكا ولازم تروحها انت بنفسك. تمام يا فندم، مفيش اي مشكلة، دي اوامر شغل ولازم انفذها، تحت امرك. كل المعلومات هتلاقيها متسجلة على فلاشة على الكمبيوتر بتاعك، تروح تشوفها وتظبط الدنيا. في خلال 48 ساعة لازم تكون مظبط الدنيا وفي نيويورك. تمام معليك، بعد إذن حضرتك. انت رايحة فين يا ملاك؟ وقبل ما تقولي لأ، فأنت لو رحت لوحدك أنا همشي وراك، فخدني برضاك قبل ما تاخدني غصب عنك، وهتلاقيني معاك في أي مكان. تمام؟ انت عارف إن المكان ده خطر وما ينفعش تروحه لوحدك. يا بنتي ما تهزريش، وبعدين احنا ما نعرفش فعلا الشحنة هتتسلم في الوقت ده ولا لأ، وبعدين أنا مخبر الشرطة فمفيش أي مشكلة يعني. ولو يا عز ما تحلمش تروح لوحدك، أنا هبقى معاك، وعلى الأقل يا سيدي أبقى مطمنة. يا ملاك هي مش رحلة، وبعدين أنا مضمنش يكون في ضرب نار هناك، انت بتهزري ولا ايه؟ والله ما يهمنيش يا عز، انت هتاخدني، يعني هتاخدني، فاهم ولا مش فاهم؟ يا اما اقسم بالله هروح معاك من وراك. يلا بقى عشان ما نتأخرش. مفيش فايدة في عنادك برضو، انا مش عارف والمصحف يا عمي ده جايب لي ايه، ده مصيبة. ما تسوي انت ساكت يا عز بقى، خلينا نخلص ونروح. انا مش عارفة والله العظيم انت ازاي كده. بيوصل عز وملاك المكان فعلا مهجور، وبيلاقوا فعلا حركة ان في حد هيسلم حاجة. اما عند سالم فعلا فكان هيهرب الاموال برا البلد، وطبعا دي جريمة حرفيا. بس طبعا عز وملاك بيلحقوهم هما والشرطة، بس قبل الشرطة ما بتيجي بتحصل حبة مشادات. أما عز فبيواجه سالم، وطبعا الاتنين بيرفعوا على بعض السلاح، وبتحصل مشادات كبيرة لدرجة إن عز كان هيتأذي فعلا. أما سالم للأسف فبيرفع السلاح عليه، وطبعا كانت سكينة، وبيلعبوا في عداد عمره. وديني يا كلب نهايتك هتبقى على ايدي. انت فاكر نفسك دلوقتي ان انت قادر عليا؟ ابدا. سيب بس رجالتك دول وخلينا راجل لراجل، وساعتها هنتواجه. هو انا كنت ناقصك انت كمان؟ ده انا قتلت عمك بسرعة عشان نخلص منه بقى وناخد الفلوس. جاي انت بقى عايز تاخد كل حاجة عالجاهز كده؟ ما اظنش خالص يا عز. اما ملاك فبتبص بتلاقي عز متهدد بالسكينة، وطبعا كانت خايفة جدا ومش عارفة تعمل ايه، بس فجأة بتلاقي مسدس جنبها واقع على الأرض. ففجأة بتقوم متجمعة في شجاعتها وتحاول إن هي تصيب الهدف عشان تشتتهم كلهم، وعز يحاول يتصرف. وفجأة البوليس بيتعبى في المكان، وطبعا الحمد لله قدرت إن هي تنقذ عز، بس للأسف كان اتعور شوية لأن سالم للأسف كان عوره في إيده. أما عايز فاتصفي ايديه واتجرح، وطبعا ما كانش عايز يبين لها ان هو تعبان. بيبص يقول لها انت كويسة؟ عايز، انت مجروح وايدك بتنزل.
انت كويس؟ اه. اه انا كويس. يلا بينا نمشي من هنا. والبوليس الحمد لله عمل اللي عليه. اما هي فبتحاول تسنده لحد العربية، والحمد لله بتحاول تركبه. بس عز للأسف كان هيغمى عليه لأنه فقد دم كتير قوي. بتبص وهي زعلانة وعمالة تقوله: عز عشان خاطري استحمل، رايحين المستشفى. فتح عيونك، قاوم يا عز عشان خاطري، أنا مش قادرة أستحمل إنك تبعد عني. فوق يا عز عشان خاطري، ما تغمضش عيونك. أما عند ميان في نيويورك فكانت عمالة تشتغل ليل ونهار، وطبعا هي بتحاول تدير الفرع بتاع الشركة بتاعها في نيويورك. كانت حياتها كئيبة حرفيا. كانت يدوب بتخلص شغلها وتروح تتغدى في مطعم أو أي حاجة، وبترجع عشان تنام على طول وما تفكرش في أي حاجة خالص. أما بعد نص يوم كامل كان الحمد لله ليل وصل مطار واشنطن. أما ليل بعد ما وصل حس براحة رهيبة جدا، كأنه أول مرة يرتاح بالمنظر ده. في حاجة مريحاه نفسيا، وخصوصا من أول ما نزل أمريكا. أما بعد يوم طويل جدا فكان المكان الوحيد اللي كان بيساعيه هو كان حضنها، وطبعا بيقعد فيه يحكي ليها كل حاجة من أول اليوم لآخره. تفاصيل يومه كتيرة قوي، وهو ما كانش بيمل خالص وهو بيحكي لها كل حاجة، وهي طبعا كذلك. بس فجأة بتقوم عشان تعمله الأكل، بس فجأة بيرن عليه رقم غريب، وبعدها رسالة غير متوقعة. أما ريان فطبعا مداش أي أهمية لرسالة الصبح، ولا حتى جاب سيرة عنها الجميلة. وطبعا هي قامت تحضر له الأكل، وفجأة بيبص بيلاقي رسالة غريبة جدا ومكتوب فيها: خد كلامي بعين الاعتبار، عشان لو ما نفذتوش انت حر ساعتها. سمعة العيلة وسمعتك هتبقى في الطين، ده غير ان انت هتلبس قضية تزوير. فمن سكات يا حبيبي كده طلق اللي اسمها جميلة، يا اما انت حر، عشان انت ما ينفعش تلعب في عداد عمرك. وكمان خاف على جدك، انت اكيد بتحبه جدا، ولا ايه يا باشمهندس ريان؟ هبعتلك تاني. تشاو.